أشاد الداعية الإماراتي وسيم يوسف بخطوة تكوين المملكة العربية السعودية تحالفاً عسكرياً إسلامياً مكوناً من أكثر من 30 دولة إسلامية لمواجهة الإرهاب، مبرزاً في رسالة وجهها لأهل المملكة وقيادتها من خلال مقطع فيديو أن لأهل المملكة أن يفتخروا بقيادتهم لأنهم نجحوا فيما فشل فيه العالم بأسره، وهو توحيد هذا العدد من الجيوش ضد مواقع الإرهاب. تحية للمملكة العربية السعودية من الإمارات قيادة وشعب وكل أحد وكل عربي وكل مسلم. تحية للمملكة العربية السعودية، الدين علمونا، وفي العمرة أكرمونا، وفي الحج أمنونا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. تحية للمملكة العربية السعودية حينما دكت معاقل داعش. تحية للمملكة العربية السعودية حينما كانت أول من دك معاقل الحوثيين. تحية للمملكة العربية السعودية حينما أمنت بفضل الله عز وجل شانه الحرمين. تحية للمملكة العربية السعودية حينما مسكت زمام الأمر وصنعت التحالف الإسلامي. ارفع رأسك فأنت مسلم. السعودية الآن رفعت رؤوسنا وجعلتني أفتخر أني مسلم عربي. السعودية الآن قامت ما عجز عنه العالم وعجز عنه العالم بأسره. صنعت من 34 دولة مسلمة تحالف عسكري ضد الإرهاب، ضد معاقل الإرهاب، ضد التنظيمات. أرعبت كل متطرف. فحفظكم الله يا أهل المملكة، افتخروا فدياركم عامرة ودياركم هي الأمن والأمان. افتخروا فأنتم مهبط الوحي. افتخروا يا أهل المملكة فأنتم جمعتم الأمة الإسلامية في التحالف الإسلامي. افتخروا، من حقكم أن ترفعوا رؤوسكم وتفتخر وتقول أنا سعودي أو أنا سعودية. افتخروا، والله العالم بأسره ينافسكم على ما أنتم فيه من الفخر. لهذا حبذا لو أن العالم بأسره سعودية. يا أهل المملكة العربية السعودية، حينما قمتم بتشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب أنتم صنعتم خطوة تاريخية. لهذا أنتم يا أهل المملكة رددتم ردا صريحا على من يحاول أن يعبث بأمن البلاد، بأمن الخليج، بأمن الأمة الإسلامية، فأنشأتم التحالف الإسلامي حتى بثثتم الرعب في قلب كل متطرف. لهذا يا أهل المملكة كل ما عند المملكة العربية السعودية يؤهلها لتقود زمام التحالف الإسلامي. أنتم أهل العلم، أنتم أهل الشريعة، أنتم سادة العرب وأصول العرب.